هو جيم ما فيهوش كلام كتير، لكن في بعض التفاصيل المهمه جدا. اول حاجه تلاحظ معايا اسلوب دفاع بيراميدز. اولا الزمالك 4-2-3-1، بيراميدز دفاعيا 4-1-4-1. هنا رقابه على قلبين ارتكاز وسط الملعب. فكان حل الزمالك كان ايه؟ كان خلق التفوق النوعي عن طريق ناصر ماهر. كده كده ارتكاز وسط ملعب بيراميدز مراقب ناصر ماهر، لكن قدرات ناصر ماهر او التفوق النوعي اللي بيخلقه ناصر ماهر واحد ضد واحد هو اللي كان بيخليه ينقل الزمالك لوسط ملعب بيراميدز. لكن في مشكله هنا، تلاحظ معايا عداية دباغ البدايه، فكره ان انت حاطه وينج يمين وما بتديش ادوار هجوميه لعمر جابر انه يزيد بسبب التامين الدفاعي، فده كان بيأثر جدا على الجبهه دي، فكان الزمالك كانه مكسور الجناح. عداية دباغ دايما كان بيخش كمهاجم تاني، مفيش حد على الطرف، حلول الباص مع ناصر ماهر تكاد تكون معدوم. نفس الفكره هتلاحظ الرقابه على ارتكازين وسط الملعب بتوع الزمالك. الحل هنا دايما في التفوق النوعي اللي بيخلقه ناصر ماهر في عمق الملعب، مجرد ما بيستلم بيقدر يعدي المواقف دي عشان ينقل الزمالك لوسط ملعب بيراميدز. ونفس المشكله عداية دباغ بيضم للقلب قوي، الزمالك مكسور الجناح.